اللي صار بالشيخ مقصود والأشرفية ما راح يتكرر غير محل، لأنه الشيخ مقصود والأشرفية بالأصل هي أحياء محاصرة وبمناطق يعني للسلطة للنظام. لكن إصرار الشباب بالشيخ مقصود هو اللي يعني شفتوا أنتم كلياتكم شفتوا أنه قيادة قسد كانت هي مع الانسحاب، لكن الشباب اللي بالشيخ مقصود رفضوا، والرفض هو سبب ممارسة السلطة اللي عم تجهز الإذلال وعم تجهز التشهير والبهدلة والإهانة اللي عم تعمله السلطة هو اللي خلى الناس تجفل، وهو اللي خلى الناس ما بدها تطلع. أما لو متعاملين بطريقة مضبوطة يعني حيين محاصرين من زمان فيعني. لكن منطقة شرق الفرات أو ريف حلب الشرقي من دير حافر وانت رايح، هاي منطقة موجود فيها الأمريكي والقبضاي يطلق طلقة. هلق اللي عم يصير فقط عبارة عن أرتال وما أرتال، وأحمد زيدان قاعد مستشار إعلامي عم يعلم الإعلام عنده الكذب والتضليل وبده يعمله من الحبة قبة، وبده يعمله من واحد إرهابي يسووه رئيس أعظم رئيس في العالم، وإنجازات وتغير السياسي، ونقلنا سوريا نقل نوعي. هيك عم يحكي أحمد زيدان وهيك عم يطبله. فلذلك إعلام النظام الحالي هو نسخة عن الجزيري ونسخة عن الحدث ونسخة عن هي القنوات الكذابة. فاللي بده يريح حاله، احنا كلياتنا نطلب الحقيقة، كلياتنا بدنا الواقع كما هو. فإذا بدك تريح حالك صدقوني اللي الناس اللي عم تتابعني، صدقوني احضروا صفحاتهم، احضروها. انت بالغنى عن مشاهدة اخبار كاذبة، بالغنى انه يوجعك راسك وانت عم تتابع كلام كله كاذب، لك اخبار كلها يا ريت يكون في عنده خبر صح. يعني شفنا القناة الإعلامية إذا بدها تمرق لها شيء تمريقة شيء خبر كذا بتضل تنشر صح سنة لحتى تمرق لها خبر يعني. أما هني لا، الصبح كذب والظهر كذب والعصر كذب والمغرب كذب وقيام الليل كذب كله كذب. فأنا نصيحة لكل المتابعين، إذا بدك تكون مرتاح وعقلك مرتاح وما يوجعك راسك احضرهم ما تتابعون.